الصفحة دي تبدأ بعد اللحظة العظيمة اللي اتنفخت فيها الروح في آدم عليه السلام، وبعد ما أمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس. خلاص، احنا دلوقتي متجاوزين النقطة دي. المشهد اللي قصادنا هو بداية مرحلة جديدة، العيش في الجنة وخلق حواء. المشهد الأول، أبواب النعيم. آدم عليه السلام كان في لحظة ما تتوصفش. تخيلوا إنسان لسه نازل عليه نفس الحياة، وفجأة يلاقي نفسه في جنة الله. أنهار متدفقة، أشجار مورقة، ثمار تتدلى من غير تعب ولا جهد. مفيش شمس محرقة ولا برد قارس، مفيش جوع ولا عطش. هو بالفعل في مكان اسمه الجنة، دار النعيم الكامل اللي فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ربنا سبحانه وتعالى قال له: